بصوا بقى الجمال والحلاوة دي، احلى صينية لازانيا ممكن تعمليها بالخضار، سهلة وسريعة وما تاخدش منك اي حاجة. ولو عيالك عندهم مشكلة في الخضار هيقدروا ياكلوها من غير ما يحسوا باي حاجة. تعالي بقى نشوف عملناها ازاي. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنبشر الكوسة. انا جايبه كوسه بيضه وكوسه خضراء، اللي هي بتتعمل بالنوعين. الكوسه ديت بتتعمل بالكوسه الخضراء والكوسه البيضاء. تمام، هبشرهم كلهم، هبشرهم بالمنظر ده كده زي ما انتم شايفين، كانك بتبشري خيار. هنا خلاص بقى بشرنا الكوسه. تمام، وهنا بقى في الطاسه اهي. بصوا هنقسمه بس كده نصين عشان ناخد بس ريحته. تمام، والصدق بقى بصوا انا هعمل ايه في الصدق. انا مش عايزه الصدق من بره. بصوا انا عايزه ايه؟ عايزه الصدق من جوه بس. اوكي، انا طبعا كنت عايزه اجيب الابيض بس هم مش عاملينه. عايزه اجيب قصدي البني، ما كانوش عاملينه، عاملين بس الاحمر ده. تمام، انا عايزه بس اللي جواه، مش عايزه الكيسه بتاعته اللي بره. تمام كده، هناخد بقى اللي جواه كده. ناخد كام واحده يعني مش كتير، احنا عايزين طعمه بس. لازانيا تحفه، طعمها فظيع. لازم بقى نجربوها بالطريقه دي. تقدري بقى تعمليها بالطريقه اللي انت عايزه، اللحمه اللي انت عايزاها تحطيها. هتحطي لحمه مفرومه حطيها، بس هي اصلها تعمل بالصدق. تمام كده، نطلع بقى الصدق من مكانه. دلوقتي بقى نشغل عليها النار زي ما انتم شايفين كده. هنشوحوه طبعا الاول. تمام، شوحنا الصدق، هننزل بقى بالكوسه كلها. بسم الله. طبعا ايه، كل دي هتنزل تحت خالص يعني. حطينا عليها النار حاجه بسيطه بس عشان ايه تدبل. تمام، طعمها تحفه. الاطفال بقى بياكلوا الخضار، دي الطريقه الوحيده اللي تعملها لهم ياكلوا بيها الخضار. نبدا بقى نحط البهارات بتاعتنا. طبعا بهاراتنا حاجه بسيطه مش كتير، ها يعني مش هنحط حاجات كتير، دي لازانيا اصلا يعني. بص، ملح طبعا، لازم تجربوها بالطريقه دي. روعه 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 بجد يعني. وعايزه احط انا حاجه بسيطه شطه، حاجه بسيطه بسيطه بسيطه. اصلا الشطه والله محرقه بتاعت هنا زي بتاعت مصر، تولعك في ثانيه، تشم بس ريحتها من بعيد. شويه بابريكا، شويه فلفل اسود، بس خلاص. مش هحط حاجات كتير فيها. تمام، عشان هي اصلا ايه خضار، فاحنا عايزين نحس بطعم الخضار اصلا في الاكل. تمام، بس كده نقلبوها بقى كده كويس كلها مع بعضها. زي ما مرة تانية عشان نقلبها عادي كده. بس خلاص، هديها بقى غلوتين واطفي عليها على طول. صح، ونحط شويه زيت زيتون، حاجه بسيطه برضو بس. وكده خلاص بقى جاهزه، هنطفي عليها. شايفين كانت الكوسه قد ايه في الاول، بقت عامله قد ايه، حبه صغنطتين. بس خلاص نطفي عليها، نسيبها بقى تبرد وبعد كده نبدا نعملها عشان نعمل مع بعض البشاميل. طبعا بشاميل اللازانيا لازم يبقى خفيف، ما يبقاش تقيل. تمام، انا معايا بس هنا معلقتين دقيق. استنوا بقى كده ايه. ومعانا كمان سمنه، تقدري تحطي مثلا 3 معالق بس تساعدي بتاعه الزحلق. سخنتها عشان اسيحها يعني، عشان اقدر انزل بيها.
كده. احط كمان معلقه من دي. هنحمر بقى ايه، نحمر الدقيق وبعد كده ننزل باللبن ده. تمام. انا حطيت معلقه سمنه من دي تانية عشان ممكن تكون ما جاتش في التصوير، الكاميرا وقفت فجاه عشان التليفون بس عايز الشحن. حطيت واحده من دي كمان. تمام. هنحمر بقى الدقيق. احنا قلنا ايه، هنحمر الدقيق في السمنه. تمام. هنحمرهم مع بعض. بعد كده ينزل بقى ايه بلتر ونص لبن. تمام. زي ما انا قلت لكم بشاميل اللازانيا بيبقى خفيف مش تقيل. النهارده هستخدم لازانيا فريسكا اوريها لكم. دي لازانيا فريسكا بجيبها من استرونجا، بتبقى في الثلاجات يا بنات، ما بتبقاش في بره الثلاجه، بتبقى في الثلاجه بس بتبقى طعمها حلوه جدا على فكره. كده حمرنا خلاص الدقيق. عايز تحطي انت سمنه اقل من كده حطي براحتك، بس انا بحب اعمل كده البشاميل بتاع اللازانيا بالذات. بسم الله. ننزل باللبن بقى. حطينا بقى احنا اللتر ونص لبن اهو زي ما انتم شايفين. نحط بقى ايه فلفل اسود وملح بس، وممكن كمان شويه جوز الطيب. فلفل اسود وملح شويه جوز الطيب بس. نقعد بقى نقلب فيه لحد ايه ما يدينا القوام اللي احنا عايزينه. دلوقتي بقى نبدا نعملها ونسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معاكم كام واحده كده والباقي اعمله لوحدي. احط كمان ايه معاها شويه كوسه كده. بس دي في قعر الحله، انا بحب اعملها كده في قعر الحله. تمام. في قعر قصدي الصينيه يعني. احنا هنحط كده قبل ما نحط اللازانيا عشان ما تبقاش ناشفه. نبدا نحط بقى اللازانيا بتاعتنا دي اللي قلت لكم عليها لازانيا فريسكا يا بنات. تمام. طبعا احنا هنداوي بقى ايه الحته الفاضيه دي دلوقتي، هنظبطوها طبعا يعني. هنجيبوا بقى ايه كده ونقطعوهم كده، نبداوا نظبط برضو هنا كده اهو. شايفين الجيش بيقول لك اتصرف. نبدا بقى نحط ايه بشاميل، ونحط كمان كوسه بالصدق. بعد كده نقلبهم مع بعض كده ونحطهم كده. قلبي البشاميل مع الكوسه بالطريقه دي كده وتحطيه كده. تمام اهو كده اهو. عايز اقول لكم والله بامانه ريحتها فظيعه. انا عيالي من الناس اللي ما بتحبش تاكل الكوسه عشان تبقوا عارفين، ولا محشي ولا اي حاجه، بس بصوا دي هياكلوها يعني. طبعا كمان البشاميل كان طريها. واللازانيا دي كمان يا بنات تحفه. اللازانيا اللي هي الطريه دي اللي هي الفريسكا دي اللي هي بتبقى في الثلاجات دي بتبقى جميله جدا على فكره. انا بحبها كمان اكتر من التانية يعني. بجيبها لما اكون انا خلاص هعمل لازانيا، لكن التانية بجيبها لما بكون انا يعني عاوزه بس اعمل سبيزه يعني واخليها عندي احتياطيا. لكن دي بجيبها فعلا لما بكون انا عارفه ان انا هعمل لازانيا فعلا بقى خلاص. فانا اصلا جايباها من امبارح عشان عارفه ان انا هعمل الوصفه دي النهارده. نحط كوسه كده بالطريقه دي كده ونقلبهم مع بعض كده.
ازاي كده. تحفه بجد جامده، لازم تجربوا وصفاتي يا بنات. برضو كمان وقفت في الحته دي، ماما ميا تليفونها عاوز يتشحن. احط برضو تاني طبقه تانيه كده اهو. بعد كده هكمل مع نفسي، اوريكم بس الحته دي، بعد كده هكمل مع نفسي. هنقعد نعمل طبقات بقى، طبقات يعني لحد لما تخلصي الحشو بتاعك كده. برضو دي هنجيبوها هنقسموها نصين كده، تمام. ونحطها كده كده اهو. تعملي نفس القصه برضو، تحطي البشاميل كده. طبعا البشاميل هو اللي بيطريها على فكره. وحطي برضو كده، نقلبهم مع بعض. بس خلص بقى انا كله واوريكم بقى. بصوا بقى الحاجه الوحيده اللي نسيتها وهي قدامي يعني قدامي. بصوا الموتزاريلا، المفروض انا كنت احط طبقه موتزاريلا وكلام من ده، بس مش مشكله، بس نحط في الطبقات الاخيره. حطها قدامي يعني، معلش صيام بقى. نكتر في الطبقات الاخيره. شايفين؟ خلاص خلصت. نحط بقى اخر طبقه، بنحط البشاميل ونحط معاها الفورماج اللي هو الموتزاريلا ده، بس كده. وكان الله بالسر العليم. وكده هي جاهزه على انها تخش الفرن. هدخلها طبعا قبل الفطار بساعه، تمام. مش هدخلها دلوقتي هغطيها عشان ما تنشفش. هسيبها لحد ايه الفطار. بصوا بقى دلوقتي، شايفين الطاسه دي اللي انا قلت لكم ان جبتها من البيبسي؟ شايفين عامله ازاي؟ مفيش اي حاجه لزقت عليها. شايفين؟ لو جبت انا قماشه ومسحتها ده اوريكم هتنضف من غير ما انا اغسلها كمان. شايفين اهو، نضفت من غير ما تتغسل. انا هروح اجيب اصلا كمان المقاس بتاعها التاني، ان هي ما شاء الله عليها تحفه، ما بتلزقش الاكل ولا اي شيء بجد. مش خساره فيها 15 يورو يعني. بس ودي اللازانيا بتاعتنا جاهزه على الفرن. وده اللازانيا بقى اهي، هنغطيها لحد ما ندخلها الفرن قبل الفطار بساعه كده. فين بقى الجمال والحلاوه اللي في الفرن. تعالوا بقى نقطعوها ونشوف شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا عشان سمناها تبرد الحمد لله، وايدينا نخليها تبرد عشان نقدر نطلعها ساعه الفطار. جميله يا بنات ما شاء الله، قوه الا بالله، لازم تجربوها اصلا يعني. شايفين الجمال والحلاوه؟ القمر ده. طبعا غير ريحتها يا بنات، غير ريحتها الجو اكتر منها. تقدميها مع فراخ مع لحمه، تقدميها بالطريقه اللي انت عايزه تقدميها بيها. وده شكل اللازانيا بعد ما عملناها، لازم تجربوها طعمها روعه. احنا قدمناها بقى مع طبق مخلل حلو كده وفراخ مشويه. تقدري تقدميها بالطريقه اللي انت عايزاها. متنسيش لايك وشير ودعوه حلوه. وكنتم مع هاجر علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.